لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. دي في تسالونيكي الإصحاح 4 آية 7. كل سنة وانتم طيبين. كريستوس أنستي. طبعا سيدنا امبارح قال لنا احنا ال50 يوم كلها أفراح القيامة. فال50 يوم كلها نقول كريستوس أنستي أليسوس أنستي. وأنا مبسوط إن أنا موجود معاكم، مبسوط من دعوة أبونا يؤنس إن أنا أحضر الاجتماع. طبعا مبسوط جدا من الفقرات اللي اتقدمت، وهي الفقرات دي جزء من العظة يعني. احنا مش هنوعظ، احنا هنتكلم مع بعض عن القداسة. فطبعا أول حاجة قالوها لنا اللي هي المفاهيم الخاطئة اللي احنا عارفين عن القداسة. لأن غالبيتنا واخد فكرة بسبب يعني ما تربينا وعلى الأفلام اللي احنا بنسمعها إن القديس ده قامة روحية عالية جدا. خاصة مثلا يبقى راهب، يبقى كاهن، يبقى ده قديس. أنا شخص عادي يبقى لأ. والموضوع ده مش حقيقي، لأن كلنا كده قديسين، كلنا أولاد ربنا فكلنا قديسين. يوم ما تعمدنا بقينا كلنا قديسين. وأنا أحكي لكم قصة الأنبا مكاريوس الكبير. والأنبا مكاريوس الكبير طبعا كلنا عارفين ده من آباء الرهبنة الكبار جدا، وكل الآباء اللي احنا بنسمع عنهم في الرهبنة دول كانوا في الفترة بتاعت القديس مكاريوس الكبير. يعني ده في بداية رهبنته كان واخد الكروبين ووداه للجبل بتاعه. ففي مرة وهو بيصلي سمع صوت بيقول له: يا مكاريوس لم تصل بعد إلى امرأتين موجودتين في المدينة، سيدتين عاديتين متجوزين مخلفين. فالقديس مكاريوس خد العكاز بتاعه وراح لهم، يعني راح المدينة وراح يدور عليهم ولقيهم. فبيسألهم: انتوا بتعملوا ايه؟ يعني انا راجل قاعد في الجبل بقى وعندي تلاميذ وبصلي وبصوم وكان القديس مكاريوس ربنا يديله نعمه لدرجه انه كان بيشوف يعني الشياطين عادي، كان يشوف الشياطين هم بيحاربوا القديسين. فقالوا له: احنا ما فيش، احنا متجوزين ادينا 12 سنه، اثنين اخوات عايشين مع بعض في محبه. لو واحده شافت ابن اختها مثلا تعبان او بيعيط بتساعده بترضعه، ما قلناش كلام جارح لبعض، عايشين في محبه. فدي يعني حياه القداسه، ان انا عايش مع ربنا، مش لازم ان انا ابقى لابس زي معين. والزي المعين ان انا مخصص لربنا فقط لا غير. لكن ان انا ابقى قديس ده اراده كل واحد فينا من ساعه ما اتولد وساعه ما اتعمد هو بيبقى قديس. فلازم نحافظ على القداسه دي، مش بالرهبنه او مش بالكهنوت او يعني بقى تكريس، لا، كلنا اولاد المسيح فكلنا قديسين مدعون للقداسه يعني. لان الله لم يدعنا للنجاسه بل في القداسه. دي في تسالونيكي الاصحاح 4 آية 7. فالقداسه دي دعوه لكل واحد فينا واحنا ماشيين في الطريق ده. القداسه ده حياه، يعني حياتك كلها انت ماشي في طريق القداسه، مش في لحظه هقول انا قديس خلاص. يعني زي انتوا في حد في ثالثه ثانوي ولا بتوع ثالثه ثانوي بيذاكروا صح؟ موجود احسن. يعني مثلا احنا بعد شهرين هيبان التنسيق بعد النتيجه، فتلاقي كل في اللي دخل طب مثلا بيجي دكتور نقول له: يا دكتور. هو ما بيجيش دكتور ولا حاجه، هو لسه يا دوب يدخل طب، وطبعا بغير الفيسبوك ويكتب دي ار والكلام ده، لكن هو ماشي في طريق انه يبقى دكتور. نفس الموضوع احنا ماشيين في طريق انه نبقى قديسين. وفي مفهوم تاني للقداسه خاطئ، ان القداسه ان انا اعيش بلا خطيه، معصوم من الخطا. وطبعا ده موضوع غلط خالص في فكرنا. لان حتى الكتاب المقدس لما كان بيذكر سير القديسين، يعني لما اتكلم على داود النبي كان بيذكر ايه الاخطاء اللي كان بيقع فيها داود النبي. ما قالش ان هو كتب المزامير بس، لا، قال ان داود النبي ده زنى وقتل، صح؟ فاحنا حياتنا زي كده، ان احنا مفيش انسان بلا خطيه. يعني احنا في وشيه الراقدين لو بنتابع مع ابونا وهو بيصلي وشيه الراقدين بيقول لك: فانه ليس لاحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوم واحد على الارض. يبقى لو حياته يوم واحد على الارض بيعمل خطيه، ما بالكم بينا احنا؟ وطبعا في فكره تاني خاطئه ان القداسه ان هي طهاره الجسد، ان انا جسمي دي طهاره القدس، الجسد هي القداسه. لكن القداسه هي اشمل من ده بكثير. يعني قداسه الفكر، قداسه المشاعر والحواس. فايه مفهوم القداسه؟ هي مفهوم القداسه زي ما علمونا كده ان انا عايش مع ربنا، فان انا بعزل نفسي بخصص نفسي يوم ما اتدشنت بالميرون زي ما ورونا كده 36 رشم، اتقدست كل حواسي واتخصصت لربنا. زي الاواني بتاعت المذبح احنا اتخصصت طبا للمذبح، فاحنا يوم ما اتدشنا بالميرون اتعمدنا
وخدنا سر الميرون، بقينا مخصصين لربنا.